غامبول صحي زي كل يوم على صوت مامته وهي بتزعق: جامبول، قوم بسرعة، هتتأخر على المدرسة. غمض جامبول عينيه وراح يلعب شوية في السرير، وبعد كده قفز من السرير بسرعة وهو بيجري، لابس التيشيرت بطريقة عشوائية والجزمة مش مترتبة زي العادة. ابتدى يدور على داروين عشان زي كل يوم يروحوا المدرسة مع بعض. داروين كان دايما صاحبه اللي بيساعده في كل حاجة، بس لما دخل على غرفة داروين ما لقاشهوش فيها غمبول. فينك يا داروين؟ مش وقت الهزار. لكن الغرفة كانت فاضية، مش زي كل يوم. داروين مش موجود. غامبول افتكر انه يمكن داروين نزل قبل منه، فركض على المطبخ علشان ياخد فطوره. لكن المفاجأة كانت لما دخل المطبخ ولقى بابا ريتشارد قاعد ومشغول بأكل الكعك. جامبول، فين داروين؟ ريتشارد وهو بياكل الكعك: مين داروين ده؟ غامبول واقف وهو مش مصدق اللي سمعه وقال: ازاي يعني؟ داروين اخويا وصديقي، ازاي مش فاكر؟ لكن ريتشارد بصله باستغراب وابتدى يقول: بصراحة مفيش حد اسمه داروين هنا يا حبيبي، قوم بقى عشان ما تتأخرش. لكن جامبول كان مش قادر يستوعب اللي بيحصل. داروين كان دايما موجود في كل تفاصيل حياته، لكن دلوقتي مفيش أثر ليه. جامبول راح المدرسة وكل شوية يفتكر إنه هيلاقي داروين في مكان، لكن المفاجأة كانت إنه مفيش حد فاكر داروين. دخل الفصل وسأل كل اللي في الفصل: فين داروين؟ أيوة داروين صاحبي، فين داروين؟ لكن كل الناس بصوا ليه وكأنهم مش فاهمين هو بيقول إيه. حتى مدام سيميان المدربة المشهورة بحكمتها ردت عليه: الآنسة سيميان، من هو داروين؟ مفيش حد اسمه داروين هنا. غامبول حس بالصدمة: مفيش حد فاكر داروين حتى مدام سيميان. قال لنفسه: لا، أنا هروح أدور عليه بنفسي. جامبول بدأ يفتش المدرسة كلها، بدأ من القاعة، لقى الفصل فاضي من غير أي علامة على وجود داروين. راح على الاستراحة، لقى نفس الموقف، مفيش داروين. جامبول وهو بيبص حواليه: إيه ده؟ أين داروين؟ راح على الكافيتيريا علشان يدور عليه، لقى المطعم فاضي والشباب مش مشغولين زي العادة. حتى أنايس كانت قاعدة بتدرس لوحدها. غامبول: أنايس، فين داروين؟ أنايس وهي مش مهتمة: مين داروين؟ مش فاهمة إيه اللي بتتكلم عنه. غامبول: إزاي؟ هو ده أخويا وصديقي المقرب، إزاي مش فاكراه؟ لكن أنايس كانت لسه مش فاهمة، وده كان بيخلي غامبول يحس إن الدنيا غريبة جدا. بينما هو قاعد على الدرج في المدرسة حاسس بالقلق والارتباك، لقى في جيبه ورقة صغيرة مكتوبة بخط داروين. فتح الورقة بسرعة وقرأ: غامبول أنا هنا، لا تنساني أبدا. لكن الغريب إن الورقة بدأت تختفي من بين إيديه بسرعة، زي ما يكون كانت بتذوب في الهواء. جامبول قفز ومسك بالورقة بإيده تاني، لكن خلاص ما بقتش موجودة. غامبول بخوف: إزاي ده حصل؟ هل ده حلم ولا إيه اللي بيحصل؟ وبدأ يحس بشيء غريب جوه قلبه، حاجة مش مفهومة، حاجة فيها خوف وحيرة. غامبول قرر يروح لآخر مكان كان ممكن يلاقي فيه إجابة. راح المكتبة علشان يقابل أنايس، يمكن تقدر تساعده. أنايس كانت لسه قاعدة بتقرأ الكتاب نفسه عن الأحلام والذهن البشري. غامبول: أنايس، في حاجة غريبة بتحصل، داروين مش موجود وملوش أثر في أي مكان. أنايس: إزاي يعني؟ هو مش موجود في المدرسة؟ غامبول: مفيش حد هناك، مش فاهم، وكل الناس هنا مش فاكرينه. أنايس بدأت تفتح الكتاب بسرعة وقرأت جزءا عن الذكريات المنسية والعوالم المتوازية. قالت له: أنايس، لو شخص اختفى من الذاكرة الجماعية، ده معناه إن هو حاجة غلط في الواقع ده، ممكن يكون في حاجة غير طبيعية بتأثر عليه. جامبول اترعب وقال: يعني لو داروين مش موجود هنا، يبقى ممكن يكون في مكان تاني. أنايس، ممكن يكون في عقلك، وعلشان تلاقيه لازم تدخل جوه عقلك وتبحث عنه. جامبول دخل مع أنايس في تجربة غريبة عن طريق جهاز متطور ليدخل جوه عقله. لقى نفسه في مكان غريب، نسخة معتمة من إلمور. كل حاجة كان شكلها مشوه وغريب. المدرسة كانت موجودة، لكن بقت كلها مظلمة ومكسورة. وفجأة سمع صوت داروين بيناديه من بعيد: غامبول، أنا هنا، تعال. جامبول بدأ يركض علشان يوصل له. لقى نفسه في مواجهة مع نسخة مظلمة منه. النسخة المظلمة: ليه محتاجه داروين؟ انت مش لوحدك. جامبول رد بسرعة: جامبول، أنا مش لوحدي، داروين مش مجرد صديق، ده أخويا. وبدأت معركة قوية بين جامبول ونسخته المظلمة. وفي اللحظة دي تذكر كل اللحظات الحلوة مع داروين. ده خلى جامبول يقدر يهزم النسخة المظلمة
ويلاقي الطريق الصحيح. فجأة جامبول فاق من النوم ولقى داروين واقف جنبه بيبص عليه بقلق. داروين: غامبول، انت كنت بتتكلم في النوم؟ ايه اللي حصل؟ غامبول ضمه بسرعة وقال: مفيش مرة تانية تختفي فيها عني، مش هقدر أعيش من غيرك. داروين بضحك: خلاص يا جامبول، أنا مش هختفي، بس لو استمريت تاكل بيتزا قبل النوم تاني ممكن الحلم ده يحصل. النهاية: دارس عن الحب والذكريات. في النهاية جامبول وداروين كانوا ماشيين مع بعض في الطريق للمدرسة، وغامبول بيفكر في أهمية الأصدقاء والعائلة. جامبول: بجد ما كنتش هقدر أعيش من غيرك. داروين: وأنا كمان، مفيش حاجة تفرقنا